هجومة فردية لصاروخ ماديرا رائعة وعالمية، والنهاية كانت للحراسة الألمانية لتير شتيغن. الريال خطير مكير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. إيزكو لبوسكيتس، مرة أخرى مودريتش في التصدي، وإيزكو الفنان أمام بوسكيتس يمر، يعدي إيزكو على اليسار، كريم بنزيما بجانبه رونالدو، كريم يحاول المرور، سيرجيو روبرتو وجيرار بيكي يضع الكرة في الركنية. شفنا السرعة الجنونية للاعبي ريال مدريد في عكس الهجوم، نموذج من جانب فريق زيدان في عكس هذه الهجمات بقيادة إيزكو أفضل مكان ليه لما يلعب في وسط الميدان تحت كريم بنزيما ورونالدو على يساره. إيزكو اللي وزع كرة بالراس، رافائيل فاران في هذا الزمن، لكن تير شتيغن ميسي حافظ على كورته مع الضربة، كان داني كارباخال يعدي ميسي، يا سلام، روح قتالية كرواتية لإيفان راكيتيتش، ليو يعدي أمام إيزكو ويعدي ممتاز، سيرجي روبرتو يوزع لوكا مودريتش يضع الكرة في التماس. هجمة سريعة للفريق الكتالوني، راكيتيتش وراموس، مازال الهجوم الان يصبح للريال من مودريتش لإيزكو هو صانع الالعاب بامتياز، لوكاس فاسكيز لماتيو كوفازيتش الكرواتي يعدي، شوف وينه اندري غوميز في مهب الرياح، وتعدي وجوردي البرايا يقطع كرة ويهديها في هذه اللحظة يوران كارلوس كلاستا على حساب راكيتيتش واندري غوميز. تعدي الكرة لكارباخال عكس الهجوم لنيمار يعدي لميسي، ليو ينتظر، ليو يترقب، ليو يوزع، سواريز، ركنية لبرشلونة في أجواء هستيرية، جماهير البارسا الآن تستفيق، تريد أجواء جنونية لجماهير برشلونة في هذه الأوقات الكروية. الركنية لإيفان راكيتيتش الكرواتي في انتظار جيرار بيكي، راكيتيتش كرة مرتدة في الدفاع، ترجع لماتيو كوفازيتش، مخالفة ضد لويس سواريز. اكيد الروح الانتصاريه موجوده عند كل اللاعبين. رافائيل فاران يقول الحكم العب، فاران في النزعه الهجوميه، فاران يعدي بامتياز، الفرنسي الى الامام يغير لمارتشيلو، هجوم عكس ريال مدريد، كره من اليمين لليسار على طول لداني كارباخال، نيمار يفقد توازنه، وإيزكو في الهجوم، إيزكو يوزع رونالدو التصويب باليسار من صاروخ ماديرا، كرة بتدعيم من زين الدين زيدان في هذا الزمان. يرجع برشلونة للوضعية الهجومية، إيفان راكيتيتش المتباطئ والثقيل، الكرة كلاعب رقم 12 في الميدان، لكن حقيقة الأقدام إلى حد الآن تؤشر على 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة بيضاء بدون أهداف. هل يأتي الانفراج عبر كرة ثابتة؟ ليو ميسي ونيمار أمام الكرة، واحد من الاثنين، نيمار ليوانزا، جول، كرة جول، رأسية للركوياني لويس سواريز، انفجار في الكامب نو، انفجار مشاهدينا الكرام، 99,000 متفرج في الأسبقية الكتالونية براسية القناص، مرعب المدافعين والحراس، لويس سواريز يتفوق على الكل ويأتي هدف الأسبقية للفرقة الكتالونية، 1-0 لبرشلونة من كرة ثابتة لنيمار، برشلونة غندر برأسية لويس سواريز. فاسكيز، كارباخال
لوكا مودريتش يهدي كرة راكيتيتش عكس الهجوم لبرشلونة. نيمار وراء عملية الهدف الأول. نيمار رافائيل فاران يخسر الكرة بدوره. بوسكيتس راكيتيتش. مساحات موجودة في دفاع الريال. لويس سواريز صعب الهدف الوحيد. سواريز في انتظار سيرجي روبرتو. ليو ميسي كرة كايلور نافاس ضربة مرمى الريال مدريد. هذه هي الكرة الجميلة للكلاسيكو. يرتفع الآن الجو العام في المستطيل الأخضر بين ريال مدريد وبرشلونة. نذكر مشاهدينا الكرام أن ريال مدريد الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى الذي لم يعرف طعم الخسارة والمرارة بعد مرور 13 مباراة. الآن متخلف في النتيجة في هذا سيرجي راموس، بينما برشلونة لم يتعرض إلى 5 بطاقات حمراء فقط إلى حد الآن. روبرتو ليو سلطان السلاطين يعطي كرة لأندريس إنيستا نهاية 30 متر الأخيرة والسرعة. نيمار غريبة وعجيبة. نيمار يتلاعب بالكربخال اللي ضاع في القطار ويصدد في الشباك الخالية. شنو هذا يا نيمار؟ ما هذا يا نيمار؟ كرة السينيساو كوبا كابانا، كرة الكرنفال، كرة السامبا. يا سلام يا سلام. ترجع كرة لبرشلونة. وين كان هذا اللعب للبارسا في الشوط الأول؟ الريال يتفاجأ بسرعة الإيقاع خاصة منذ دخول أندريس إنيستا أمامكم. مخالفة واضحة. قرار سليم لصالح بوسكيتس. كارلوس كلوز غوميز للأمانة شوف ضاع في القطار كارفاخال، ولكن نيمار في النهاية كوردو فوق الإطار. تفاعل لويس انريكي كان يعرف أنه بتواجد رونالدو قادر الريال على العودة في هذا الكلاسيكو. نيمار إنيستا ركنية كتالونية. واش هاللعبة؟ شنو هذا يا إنيستا؟ هذا هو إنيستا واللي قلت لكم مشاهدينا الكرام 30 متر الأخيرة هي ملك لإنيستا بكل تأكيد. جوردي ألبا مرة أخرى. نيمار وإنيستا. والإصابة كارفاخال سنال الورقة الصفراء. داني كارفاخال تدخل عنيف على نيمار. أحد أبرز اللاعبين اليوم. لم نشاهد رونالدو، لم نشاهد ليو ميسي كثيرا، لكن شفنا إنيستا منذ دخوله، شفنا كذلك نيمار ولوكا مودريتش. ضغط جماهيري كبير من جانب عشاق البلاو جرانا. كارفاخال فاسكيز استرجاع سريع للكرة. إنيستا الرسام وليو جول. شنو هذا؟ لا، المشكلة ليست في ميسي وإذاعة الهدف. الروعة لإنيستا في كرة من الزمن الجميل، في كرة من كوكب آخر. إنيستا الرسام، إنيستا الفنان. شيء كبير يا عمري، فلتة زمنية. إنيستا في الملاعب الكروية العالمية. رونالدو يتابع الكرة. رونالدو في الترويض، ولكن جيرار بيكي يتلاعب برونالدو ويتفاعل مع الجمهور الكتالونيا، ولكن كارلوس كلوز غوميز لم يترك مبدأ إتاحة الفرصة. مخالفة لجيرار بيكي. أول كلاسيكو لحكم المباراة. كارفاخال
مودريتش، رافائيل فاران، كل برشلونة في الدفاع من أجل انتصار الإبداع. طويلة الكرة من راموس باتجاه لوكاس فاسكيز. فاسكيز اللي ذكرنا بإخوانيته. كربخال يوسع بالراس. أوه، كرة بالراس من راموس. المطرقة المدريدية مرت فوق أندري تير شتيغن. لحظات تاريخية، لحظات قاتلة، الكل في الكل الآن من جانب برشلونة. خروج لنيمار ووصول للوصال لسواريز. دانيس سواريز يأتي الآن في مكان السنسيرو على اليسار لمارتشيلو. مارتشيلو يحاول المرور. مارتشيلو يوسع. راسية رونالدو، التورنادو في القائم الثاني. وكاد برشلونة أن يعاني، يضغط فريق مدريد. الريال الآن رويال. لوكا مودريتش في الركنية. مودريتش يوزع كرة بالراس على الكل تمر، وما زالت مارتشيلو ويعدي. لحظات صعبة على دفاع برشلونة. لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز يحكي مع جيرار بيكي. توتر أردا توران. إذا سيستأنف اللعب بعد لحظات. تهدئة الخواطر من جانب كارلوس غوميز. هذه إصابة نيمار تحتم عليه المغادرة. أحد أبرز نجوم المباراة مودريتش اللي يوسع. جول! فانا الريال. المطرقة راموس، سيرجي راموس، المطرقة المدريدية بكرة كرواتية والصمت رهيب في مدرجات الكامب نو. هاو أمامكم فرحة فلورنتينو بيريز وخيبة لويس انريكي. زيدان يتجنب الهزيمة في نهاية هذا الزمان. الريال رويال ليس هنالك تسلل. كرة بالراس من راموس، جابها له وفي الشباك حتى له. غريبة والله غريبة. قلت لكم مشاهدينا الكرام، الريال في آخر الأوقات رويال بلغة الأبطال. يس مخالفة واضحة ضد ماركو أسينسيو. إذا كرة الهدف الثاني الآن عند برشلونة. زيدان يتنفس طبعا. هدف لم يكن متوقع من راموس، المطرقة المدريدية. عنده راس ما ثماش سيرجي راموس. في الأوقات الصعبة يلقاه ريال مدريد. نتذكر هدف في أتلتيكو مدريد في لشبونة. كرة سواريز في القائم الثاني، التصويب، جول. لا، على الخط النهائي، كرة جول غريبة. راحت عليك يا برشلونة، ضاعت عليك يا برشلونة. ما زالت الخطورة في هذه الكرة. هيجان تسونامي. أندريز أسينسيو يحاول الهروب. ماركو هذا دياز ودياز. وين هذه الكرة لماريانو دياز الدومينيكي، لكن عودة في هذه اللحظة يعلن الحكم كارلوس غوميز على نهاية المباراة والكلاسيكو في تعادل مثير بين الريال مدريد والمستضيف برشلونة في هذه الأوقات الكروية. أكيد مشاهدينا الكرام استمتعنا بشوط ثاني من العيار الثقيل بين العملاقين، والنتيجة في النهاية التعادل. هل هو